قصة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي سرد ديني مقروء. هو الشيخ الدكتور أحمد بن حسون بن سعيد بن حمود الوائلي الليثي الكناني، أحد أعلام المنبر الحسيني في العصر الحديث. المولد والنشأة: ولد في مدينة النجف الأشرف، مدينة العلم والفقه، وذلك في يوم 3 من شهر أيلول سنة 1928 ميلادية، الموافق 17 من ربيع الأول سنة 1347 هجرية. نشأ الشيخ أحمد الوائلي في بيت ديني معروف، وفي أجواء امتلأت بحب القرآن وأهل البيت عليهم السلام. المسيرة العلمية: منذ صغره اتجه قلبه إلى العلم، فدخل الحوزة العلمية في النجف الأشرف في سن مبكرة، وتتلمذ على أيدي علمائها، فدرس الفقه والأصول، اللغة العربية، علوم القرآن، وكان معروفا بين أقرانه بالذكاء وقوة الحافظة وحسن البيان. ولم يذكر في المصادر تاريخ دقيق باليوم أو السنة لدخوله الحوزة، لكن الثابت أنه دخلها في شبابه المبكر، ونشأ علميا داخل أروقتها. ارتقاء المنبر: أما أول مجلس حسيني قرأ، فقد صعد الشيخ أحمد الوائلي المنبر وهو في سن مبكرة تقارب 14 من عمره، في مدينة النجف الأشرف، وكان ذلك بداية طريق طويل مع المنبر الحسيني، طريق لم يكن عابرا، بل تحول مع الأيام إلى مدرسة فكرية كاملة. 3: يعجل الله عقوبتها ولا يؤخر عقوبتها إلى الآخرة. يعجل عقوبتها بالدنيا. شنو هاي ال3؟ أولا عقوق الوالدين. إذا واحد يعق والديه، هذا ما يترك الله عز وجل إلى أن يحشر بين يديه وذاك الوقت يأخذ منه الحق أو يعاقبه، لا، يعاقبه بالحياة بالدنيا. يعاقبه يطلع له ولد مثله عينا، شلون هو أساء لي أبويه، يطلع له ولد أيضا يأخذ الحق من عنده. يوم من هالنوع لا والله يسلط عليه ظالم من الظلمة، أو يسلط عليه وباء، أو يسلط عليه مصيبة من المصائب. هذا أعجل الأمور عقوبة عقوق الوالدين. ليش؟ لأن عقوق الوالدين تخريب للمجتمع. المجتمع ما يصير بانسجام ولا تماسك إذا ما يكون الولد منسجم مع الأبوين. مثل ما أنا أود أن يكون أبوي وياي يرحمني، أنا أكون أرحمه، أكون أبره، أكون أعطيه مكانته، زين، يحصل التماسك. الحلقات إذا كانت متماسكة متلائمة، مجتمع تعتبره مجتمع سليم. يعني مثل ما إذا الآن النسيج لازم يكون دائما متلاحم. إذا صارت فجوة بالوسط صار عيب بالنسيج كله. الهيكل الاجتماعي يحتاج إلى التماسك. هاي وحدة من الأشياء التي يعجل الله عقوبتها. بعد الثاني البغي على الناس، هذا موضع الشاهد. إذا بغى الناس بعضهم على بعض. شلون يعني البغي؟ يعني واحد يعتدي والآخرين يعينون عليه. الجمع بين الحوزة والجامعة. مع تقدمه في العلم، جمع الشيخ الوائلي بين الدراسة الحوزوية والدراسة الأكاديمية، فنال شهادة البكالوريوس ثم الماجستير ثم الدكتوراه، ليكون مثالا للعالم الذي يجمع بين عمق الحوزة ومنهج الجامعة. كربلاء مو بس مدينة، كربلاء خدمة وشرف. تعلن مؤسسة أنيس النفوس عن فتح باب التطوع لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام داخل مدينة كربلاء المقدسة. إذا تحب تكون جزء من هذا الأجر العظيم وتشارك بخدمة زوار الأربعينية، تم فتح رابط التقديم الجديد ولمدة محدودة، وقريبا راح يتم إغلاقه. للتواصل والتقديم، للتقديم المباشر أو الاستفسار، تواصلوا ويانا عبر الرقم الظاهر على الشاشة. خدمة الزائر شرف. وقف على المنبر عشرات السنين، يخاطب العقول قبل العواطف، ويستند إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة وسيرة أهل البيت عليهم السلام، فكان منبره منبر وعي وإصلاح، لا منبر انفعال. الرحيل والوفاة. وبعد مسيرة طويلة من العلم والخطابة والجهاد بالكلمة، حل يوم الفراق. ففي يوم الاثنين
14 من شهر تموز سنة 2003 ميلادية، الموافق 14 من شهر جمادى الأولى سنة 1424 هجرية، انتقل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي إلى رحمة الله تعالى في مدينة بغداد. توفي عن عمر ناهز 74 سنة، قضاها في خدمة الدين ونشر الوعي والدفاع عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام. رحل الشيخ، لكن بقي اسمه وبقي صوته وبقي منبره شاهدا على رجل عاش للدين ومات وهو يحمل هم الكلمة الصادقة.